يا مساء الورد والفل والياسمين على حبايب قلبي وحبايب واقعية. وهو على كل شيء قدير. مستحيل تطلب حاجة من ربنا ويكون عاجز عنها. هو مش بس قادر، ده قدرته بلا حدود، فوق خيالك وفوق كل قوانين الدنيا اللي انت متعود عليها. يعني اللي انت شايفه مستحيل ربنا بيقولك عليه كن فيكون. اوقات بنقف قدام مشاكل ونقول دي محتاجة معجزة، وننسى ان رب المعجزات معانا قريب وبيسمع وقادر يغير الحال في لحظة. بتتخيل كده في لحظة واحدة ممكن الفرح يدخل بيتك والمريض يشفى والضايع يرجع والباب اللي اتقفل يتفتح من حيث لا تحتسب. مفيش حاجة بتعجز قدام ربنا، لا فلوس ولا شغل ولا ذرية ولا راحة نفسية ولا حتى تغيير قلب حد. اللي بيطلب من ربنا وهو واثق عمره ما بيرجع مكسور. يمكن يتأخر الفرج شوية، بس لما بيجي حلو وكامل وأكتر من ما كنت تتمنى. فخلي دعواتك كتيرة وأحلامك ما تتأيدش بالواقع، وخيالك ما يحطش حدود لقدرة ربك. اطلب من الكريم وافتكر دايما هو على كل شيء قدير. وكل شيء يعني كل شيء بجد، حتى اللي انت شايفه بعيد هو عند ربك قريب جدا. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت، وجاي لكم النهاردة بالقصة الجديدة. أتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم، لأنها بقلم المبدعة المتألقة رحاب القاضي. بس قبل ما نبدأ القصة النهاردة يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نصلي كلنا في التعليقات على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نسمي الله ونشوف قصتنا النهاردة بتحكي عن ايه. بتبدأ الحكاية بعيلة البحيري وهم قاعدين بيتعشوا، صفاء وابنها حسام وبنتها ملك. قالت لهم بهدوء: ها، فهمتوا هتعملوا ايه اول ما تيجي بنت عمكم؟ انا من ناحيتي هعملها زي ما حضرتك قلتي لي يا ماما واكتر كمان. انا من زمان نفسي يبقى عندي اخت بدل الشحط ده اللي مش فالح بس غير ان يمد ايده عليا. بتقولي حاجة يا ملوكة؟ شايفة كمان قاعد معانا ويعتبر نايم. المهم هما هيجوا امتى؟ هما مين دول اللي جايين يا ماما؟ انتوا مستنيين حد ولا ايه؟ يا ربي يا ابني ركز شوية، عمك توفى وبنته بقت وحيدة وملهاش غيرنا. هو مش عمي خلف ده اللي طول عمره مقاطع ابويا وبينهم مصانع الحداد، الله يرحمه، ودلوقتي بنته ملهاش غيرنا. المهم هي في سن ملك اختك بالظبط. من النهاردة انت عندك ملك ومايا، فاهم؟ هي اسمها مايا يا ماما ولا ايه؟ امال هي بتقول ايه من الصبح؟ ماما خليه يطلع ينام، اصلها لو شافت شكله كده هتخاف منه. هما لسه جايين في الطريق، ركبوا الطياره من نص ساعه تقريبا كده. عمي ده كان عايش في امريكا مش كده يا ماما؟ يعني بنته جايه من امريكا بقى ومسخره بقى ولبس قصير وهشك بشك. ماما يعني ايه هشك بشك؟ مالكيش دعوه انتي، وانت تبطل تقول كلام الرقصات ده قدام اختك. واو، انت بتتكلم زي رقصات يا حسام؟ هو انت بتتدرب على الرقص؟ عاجبك كده يا صفاء؟ انا بتاع رقص برضو الحمد لله. انا دماغها وصلتها لكده مش لحاجة تانية. المهم بنت عمك هتبقى اختك، انا مش ناقصة مشاكل بينك وبين ابوك. تحترم نفسك معاها وتتعامل معاها كويس، فاهم ولا لا؟ انا طالع انام شوية وبعدها هخرج بقى ومش راجع كده يومين. تصبحوا على خير. قام طلع اوضته وصفاء بصت له بحزن وقالت: ربنا يهديك يا حسام، كمل اكلك يا ملوكة يا حبيبتي. والله العظيم انا ما خلفت غيرك، اكتر واحدة بتسمع كلامي واكتر واحدة بتحبك هي انا برضو يا ماما. وتاني يوم الصبح وصل مجدي البحيري البيت ومعاه مايا بنت اخوه، وكانت صفاء وملك قاعدين مستنيينهم. واول ما شافتها صفاء بصت لها بانبهار وقالت: مجدي ما تقولش دي مايا بنت اخوك خلف الله يرحمه. ما تستغربيش، انا اتصدمت كده زيك اول ما شفتها برضو، بس فرحت قوي ان اخويا عارف يربي. كانت واقفه مايا اللي عندها 18 سنه وهي لابسه فستان اسود طويل وعليه حجاب من نفس اللون، وقربت منها صفاء وحضنتها وقالت: البقاء لله يا حبيبتي، وربنا يجعلها اخر الاحزان، ولله الدوام يا طنط. معلش يعني لو هتقل عليكم يعني الكام يوم دول. ايه الكلام اللي زعلني منك ده يا حبيبه؟ البيت ده بيت عمك يعني بيتك. اعرفك المهم دي ملك بنت عمك وعندها برضو 18 سنة. قربت منهم ملك وقالت: ها يا مايا، أنا مستنياكي من بدري على فكرة،
ومبسوطة قوي إنك هتقعدي معانا. شكرا يا ملك. طب كفاية كلام بقى واحنا واقفين. بقولك يا ملك، خدي أختك يلا كده وخليها تفطر عشان ما أكلتش حاجة من امبارح. وانت يا صفاء قولي للشغالة تفضي أوضة حسام لمية. هو البيه فين؟ بره من امبارح مش كده؟ المهم يعني انت عايز تفضي أوضة حسام ليه؟ هتقعد فيها مية، وحسام هيقعد في الأوضة اللي في الدور التاني، أي أوضة، المهم ملك ومايا يبقوا جنب بعض وجنبنا. خلاص يا حبيبي، حاضر. ملك خليكي مع مايا يا حبيبتي وفرجيها على البيت كله عشان تتعود عليه، وأوضتها شوية وهتجهز وهتقعد فيها. وطلع مجدي أوضته وصفاء معاه، وبعد ما غير هدومه قعد جنبها وقال بحزن: انت كانت حالتها وحشة أوي يا صفاء. أول ما رحت وجبتها ولقيت وصية أخويا اللي كتب كل حاجة باسم بنته وأنا الواصي عليها لحد ما تخلص تعليمها. بعد كل اللي كان بينا هو برضو عارف إن مش هيلاقي حن مني على بنته. ربنا يرحمه ويغفر له. وانت هتبقى قد المسؤولية دي يا حبيبي. بنت أخوك هتبقى بنتنا التالتة، وأختي ملك وحسام برضو. أنا مش خايف بقى غير من حسام. البنت زي القمر وحلوة، وابنك عينه زيغة وممكن. لا لا لا، اوعى تفكر كده يا مجدي. حسام مهما كان اللي بيعمله إلا أنه يبص لواحدة من أهل بيته. حسام برضو محترم، هو طيش شوية بس بيتدلع عليك. أنا مش عارف هو هيفضل يتدلع كده لحد إمتى. أنا خلاص بكبر وبعد كده هقعد في البيت ومش هقدر على الشغل، وهو لو ما بقاش راجل في ظهري وقد المسؤولية كل اللي عملته ده هيبقى ولا حاجة. هيتغير وهيعقل، ادعي له انت بس. هنزل كده اجيب لك الفطار بنفسي. لا لا لا، أنا هنام. روح انت بس خليكي مع مايا كده، ومش عايزة تحس إنها غريبة. ما تقلقش، دي في عينيا زيها زي ملك بالظبط. وبالليل كانت قاعدة مايا في أوضتها الجديدة، وملك قالت لها بهدوء: حسام هيتشل لما يعرف إنك أخدت الأوضة بتاعته. ما أنا عشان كده مش عايزة أقعد فيها. لأ، ما هو انت برضه لازم تقعدي فيها، ده القسم بتاع العيلة. بابا وماما ليهم أوضتهم، وكل واحد فينا أنا وحسام ليه أوضة، والقسم التاني الناحية التانية في 7 أوض بس كلهم بعيد عن بعض. ما ينفعش بقى نخليكي تقعدي لوحدك الناحية التانية، وحسام لازم يقعد هناك عشان تقعدي هنا انت براحتك. تمام، فهمت. أنا هظبط بقى حاجتي هنا وهنام. أوكي، ومن بكرة هاخدك معايا النادي، وهخلي بابا يشترك لك عشان تيجي وقت ما تحبي. على فكرة أنا ما عنديش صحاب، ودايما بروح النادي لوحدي، فهبقى مبسوطة قوي لو هتاخديني معاكي. ما تخافيش، أنا كمان مش عايزة أعمل صحاب هنا، هكتفي بيكي انت وبس. أيوة بقى يا بنت عمو يا قمر انت. هسيبك بقى عشان ترتاحي، والصبح هتلاقيني فوق راسك من النجمة. قالت ملك كلامها وطلعت من عندها، ومايا راحت رتبت حاجتها في الدولاب، وطلعت صورة باباها ومامتها وحطتها على الكومود جنبها، ودخلت غيرت هدومها ولبست بيجامة طويلة لونها اسود، وبعدها نامت. وبعد نص الليل رجع حسام من بره وهو سكران، وأول ما دخل أوضته لقى الدنيا ضلمة، فراح نام على السرير على طول. فقامت مايا بسرعة وقالت: انت مين؟ وايه اللي دخلك عندي كده؟ فتح النور وبصلها بإعجاب وقال: ايه ده؟ هو بابا حب يدلعني ويقعدني في البيت فجاب لي نسوان لحد أوضة نومي؟ احترم نفسك واطلع بره، أنا مايا بنت عمك على فكرة، ده لو انت حسام. معقولة انت مايا الحلاوة دي كلها؟ ده انت طلعتي جميلة قوي. بقولك اطلع بره أحسن لك، انت ما تعرفش أنا ممكن أعمل فيك ايه. حسام وهو بيقرب منها: واو، وشرسة كمان، وريني بقى هتعملي ايه. بصي أنا جاي مزاجي عالي، ولسه هيبقى أعلى وأحلى لما تهدي كده وتوافقي على اللي أنا عايزه. مايا بصوت عالي: انت شكلك مجنون، ابعد عني، الحقوني. قرب منها حسام وحط ايده على بقها وقال: خراسي خالص، ما اسمعش صوتك في الوقت ده دخلت مامته وملك أخته وكمان باباه اللي قرب منه وزقه بعيد عن مايا وقال: انت اتجننت يا حيوان، اللي بتعمله ده. اخص عليك يا حسام، تعمل كده في بنت عمك؟ ما انا معرفش انها بنت عمي، واول ما دخلت صوتت وانا بحاول افهم منها في ايه. مش كده اسمك ايه انتي؟ بصت له مايا بدموع وحزن وقالت: لو سمحت يا عمي، انا عايزه اقعد في اوضه تانية غير دي. معلش يا مايا، هو ما كانش يعرف اكيد يعني انك قاعده هنا، هو لسه راجع من بره. حقك عليا يا مايا، والموضوع ده مش هيتكرر تاني.
خليكي معايا يا صفاء انت وملك، وانت قدامي يا بيه. واخدوا مجدي وراح قعدوا في الصالة وبص له بعصبية وقال: يكون في علمك انت مش هتيجي ناحية الأوضة هنا تاني مهما حصل، ومايا أختك زيها زي ملك. يا بابا أنا قلت لك إني ما كنتش قاصد والله إن أقرب منها، أنا داخل أوضتي عادي. وبعدين يعني مفيش غير أوضتي اللي هتقعد فيها مثلا عشان تبقى قريبة مننا وانت تبقى بعيد؟ أصل انت بأخلاقك دي أنا مضمنش تبقى قريب منها، وأقسم بالله هتحاول تضايقها تاني بقصد أو من غير قصد هرميك في الشارع. حسام بضيق: هو حضرتك بتتلكك يعني عشان تعمل كده أصلا؟ على العموم أنا مش فارق معايا أنت تعمل كده ولا لأ، أنا أصلا تعبان وعايز أنام. بذمتك أنت عارف نفسك بتقول إيه؟ استغفر الله العظيم يا رب. روح نام وأنا هعرف أظبطك كويس. جت صفاء وقالت: خلاص يا مجدي سيبه دلوقتي، هو ما كانش يقصد. ومايا فهمت الموضوع: تعالى يلا يا حبيبي كده موريك اوضتك. واخدت صفاء حسام ودخلته اوضته الجديدة ونيمته على السرير ولعته الجزمة وقالت: عارف لو كانت مايا دي قالت قدام باباك الحقيقة وانك كنت ناوي تضايقها كان زمانك دلوقتي مرمي في الشارع. بقولك يا ماما ما تجوزوها لي. دي لسه عيلة صغيرة، وبعدين يعني لو اتجوزتها هتتلم. حسام وهو بينام: اكيد هتلم، وانا لما اتجوز واحدة حلوة زي بنت عمي كده هروح اسهر بره ليه؟ ما الجمال كله معايا. طب نام دلوقتي وبعدها نبقى نشوف الموضوع ده. وتاني يوم الصبح كانت قاعدة مايا مع عيلتها الجديدة بتفطر، ونزل حسام وهو بهدوم النوم وقال: خير يا بابا، بعتلي الشغالين كلهم يصحوني ليه؟ 100 مرة بعتلك عشان تيجي تشوف انا عايز منك ايه. انتهي البرد اللي انت فيه ده يالا. لا برد ولا حاجة يا بابا، انا كنت نايم عادي. طب اعتذر بقى لبنت عمك على اللي عملته امبارح. بص حسام لمايا وابتسم بخبث وقال: سوري يا يارا. اسمها مايا يا حسام، ركز. مش مشكلة، حصل خير. حسام زي اخويا الكبير برضو، واكيد ما كانش يقصد. اكيد طبعا يا حبيبتي. اقعد افطر معانا يا حسام عشان تشوف باباك عايز منك ايه. قعد حسام وقال: خير ان شاء الله يا بابا. عاوزني في ايه؟ بنت عمك لها ورث كبير، كلها كانت اصول ثابته، فعمك الله يرحمه باعه وحط الفلوس في البنك باسمها. بس انا حابب بقى انا اكبر لها الفلوس دي. هاخدهم منك يا مايا وهدخلهم في صفقه كبيره جدا، ومقابل الصفقه دي انت هتبقي شريكه ولادي في الشركه، انت النص وحسام وملك النص التاني. الكلام ده يا بابا يعني مايا هتبقى ليها النص؟ ازاي ده بقى؟ انا ما عنديش مشكله يا بابا، ده هيبقى حقها. فلوس مايا قد ميزانية الشركة مرتين، ده غير ان الفلوس دي هتدخل بيها اكبر صفقة هتخلي الشركة بتاعتنا عالمية. ها يا مايا ايه رأيك؟ انا اخر حاجة بابا قالها لي ان اسمع كلامك في اي حاجة، انت اكتر حد هيخاف على مصلحتي، فانا موافقة على اي قرار حضرتك هتاخده. وانت وحقك فوق راسي يا بنتي، واطمني فلوسك اعتبريها في امان، وفلوس دراستك ومصاريفك مني انا زيك زي ملك. طب كفايه بقى كلام كتير، وانا بقى هاخد مايا كده ونروح النادي وهفرجها على مصر. يلا باي. واخدت ملك مايا ومشوا، وحسام عينه ما نزلتش من على مايا خالص، واخد مجدي باله وقال: وبعدين معاك عينك لو اترفعت عليها تاني هفقعهم لك. المهم الشغل هيبقى كتير عليا وانت فاهم كل حاجة، ناقص بقى تسيبك من المسخرة والهرجلة اللي انت عايش فيها دي، وهتلاقي نفسك اشطر رجل اعمال. حاضر يا بابا ان شاء الله. اسمع مفيش وقت، هديك فرصة زي الاول واستناك تلتزم معايا في الشغل. من الاخر كده هتشتغل معايا، يبقى من دلوقتي تروح تغير هدومك وتيجي معايا دلوقتي وتحط ايدك في ايدي. من بكرة يا بابا ان شاء الله. قلتلي من بكرة؟ وانا مش عارف ابني، انت هتقولي كده من بكرة، ومن بكرة الاقيك بايت بره البيت، وانا مش عارفك يعني. بص هديك الشغل دلوقتي هيبالك مرتب كبير وكمان مكتب، وفوق كل ده هتحافظ على فلوس اختك وبنت عمك. هيسمع كلامك. يلا يا حسام، وكفايه بقى دلع، وروح يلا غير هدومك دي عشان ما تتأخرش. حسام بدي: ماشي يا ماما، هجهز واجي على طول. طلع حسام، وصفاء قالت: والنبي الواد طيب وبيسمع الكلام. بأمارة انه طلع قلب وشه عشان هيروح الشغل، واحد زيه كان اتجوز وخلف بدل العيل 2. اسمعي،
أنا مش عايزه يحتك بمية خالص. مش شايفة نظراته ليها؟ سيب الموضوع ده عليا. زيادة عن قعدتهم واحنا بناكل مش هيشوفها خالص، ولو عايز يشوفها باستمرار يبقى عنده الحلال. انت بتقولي يا صفاء؟ بلاش التفكير اللي ملوش لازمة ده. وتعدي الأيام ومجدي مخلي حسام مشغول على طول، وكمان ما كانش بيشوف مية غير وقت الأكل أو صدفة بس، وكانوا مش عايشين مع بعض. وبعد أكتر من شهر كان راجع بدري من الشغل وماسك راسه بقلم، وكانت مية قاعدة في الجنينة، فقرب منها وقال: ايه ده؟ الشيخة مية المغربية؟ يا بنتي انت متأكدة انك جاية من أمريكا مش من امبابة؟ يعني ايه مش فاهمة؟ يعني لبسك ده، في بنت في أمريكا تلبس الخيمة دي وعلى طول كده مدارية شعرها؟ أنا جاية من أمريكا لكن أنا بنت مصرية عربية، والأهم من كل ده إني مسلمة. فاهم، بس انت كنت عايشة في أمريكا. عارفة ان لو اخدتك وقلت لأصحابي ان دي بنت عمي اللي جاية من أمريكا هيقولوا عليا كداب، لأن ده مش منظر بنت جاية من أمريكا خالص. أولا أنا عمري ما هتعرف على صحابك اللي بسمع عنهم، اطمن، محدش هيقول عليك كداب. ثانيا بقى أنا عشت في أمريكا وأخدت الجنسية هناك لأن ماما أجنبية، بس بابا بقى كان مصمم يخليني أتعلم أصول ديني كويس. علمني يعني إيه أدب وأخلاق وثقة في نفسي، وتصرفاتي مادام بترضي ربنا ما اهتمش بأي رأي حد معارض ليها. علمني برضو إزاي أستفاد من المكان اللي أنا فيه. أنا في أمريكا بس مش لازم يعني أبقى شبه الخواجات واتبع عاداتهم عشان أثبت للناس إني كنت عايشة في أمريكا، لأني أنا أخدت حقي في تعليم وتأسيس كويس. بما إنها بلد متقدمة أخدت الجنسية اللي هتخليني في أي وقت أروح هناك أخد المعلومة اللي أنا عايزاها وأرجع. وأهم حاجة إن مخلتش حد أجنبي مش من ديني يأثر عليا، ودايما فخورة بنفسي إن قادرة أبقى إنسانة قوية وما تأثرش بأي فتنة ممكن تهز علاقتي بربنا. هو أنت متأكدة إنك عندك 18 سنة على كلامك اللي أكبر منك ده؟ أنا المفروض أتعلم منك بما إنك أكبر مني يعني. هو أنت إيه اللي جابك بدري؟ جالي صداع ومش قادرة أكمل شغل، فجيت أنام شوية كده وآخد أي مسكن. طب اطلع أوضتك وأنا هبعتلك مع الشغالة برشام مسكن هيخليك تخف بسرعة، أنا دايما بستخدمه ومفعوله سريع. حسام بخبز. هاتيها انتي بقى عشان مش عايز الشغالين يجوا عندي. هي ماما فين؟ مامتك وملك راحوا عند خالتك عشان بنتها ولدت. طب كويس بقى. معلش بقى هات المسكن كده وتعالي ورايا بسرعة عشان تعبان. وفعلا بعد شوية مايا جابت له المسكن وراحت وقفت عند باب اوضته وخبطت وقالت: حسام أنا جبت لك المسكن أهو. حسام رد عليها من جوه وقال: مايا الحقيني. اتقبض قلبها بخوف ودخلت الأوضة بسرعة. بصت على السرير لقيته فاضي، وفجأة هو قفل الباب وقرب منها وقال: نوع جديد خالص عليا، يلا بقى كده نهزر شوية وما تبقيش رخمة معايا. اللي انت بتقوله ده ابعد عني يا حسام، سيبني أخرج. اهدي، أنا مش هعمل حاجة كبيرة، يدوب بس هنهزر شوية. ابعد عني بقولك، وإلا والله العظيم هصوت والم عليك اللي في البيت كلهم. يا ماما خفت أنا كده مثلا؟ بطلي عبط، وبعدين لو صرختي محدش هيسمعك، الشغالين كلهم تحت واحنا في حتة بعيدة قوي عشانهم. وتصوتي ليه؟ اديني فرصة. ولسه هيقرب منها لكنها بكل قوته زقته بعيد عنها، وعشان هو تعبان وقع على السرير بسرعة. وجرت هي بره الأوضة ودموعها على وشها، وأول ما نزلت وهي بتجري كانت صفاء وملك لسه راجعين. صفاء بقلق: مالك يا حبيبتي بتجري كده ليه؟ حسام أنا عايزة أمشي من هنا. مال حسام عملك إيه؟ ما تشوفي ابنك يا ماما، ينفع الحالة اللي هي فيها دي؟ حقك عليا يا مايا، ومن غير ما تقولي حاجة أنا فهمت. خدي أختك لأوضتها يا ملك لحد ما أشوف البيه هبب إيه. وراحت فعلا صفاء عند حسام اللي كان قاعد على السرير وكان متضايق وهو بياخد المسكن. انت عملت ايه في بنت عمك؟ على فكرة دي بنت مش كويسة، دي دخلت عند الأوضة وقربت مني، ولما حاولت أبعدها عملت الفيلم ده. اخرس خالص، انت كمان لك عين تكذب عليا. وبعدين مايا ما تعملش كده، انت اللي بجح، واقسم بالله المرة دي هعديها، بس بعد كده لو اتكررت تاني انا بنفسي اللي هقول لابوك. البنت عجباك وعايزها، اشتغل واثبت لنا انك تستاهلها واتجوزها وخليها تبقى مراتك في الحلال. قالت كلامها وسابته وطلعت. وبالليل
كانوا كلهم قاعدين بيتعشوا، ونزل حسام وقعد على السفرة وقال: معلش يا جماعة اتأخرت عليكم. قامت مية وقالت: أنا شبعت، بالهنا عليكم. طلعت مية أوضتها، ومجدي قال: هي مالها مية قامت فجأة كده ليه؟ وما استنتش تسمع كلمة من حد. هي تعبانة ولا ايه؟ مش عارفة يا حبيبي، ممكن تكون تعبانة شوية. ملك، خلص أكلك يا حبيبتي وروح اقعدي معاها، ما تسيبهاش لوحدها وخليها تاكل. من غير ما تقولي يا ماما، منه لله السبب. السبب في ايه؟ قول يا بابا، هو حضرتك عملت ايه في الشغل اللي سبته ومشيت؟ خلصته اكيد. وخلص اكلك وتعالى ورايا المكتب، في حاجات هنراجعها سوا. وعدى يوم في التاني واكتر من اسبوع، ومية واخدة جنب كبير من حسام. وفي يوم رجع من بره متأخر بعد ما كان سهران مع أصحابه، وبدل ما يروح أوضته راح لأوضة مية وفتح الباب بهدوء، وفضل يبصلها وهي نايمة. وفجأة وقف مجدي وراه وقال له: بتعمل ايه يا قليل التربية انت؟ حسام قفل الباب بسرعة وقال: بابا انا بس كنت مدروخ شوية وافتكرتها اوضتي يعني، انا اسف والله ما هتتكرر تاني. لا ما هتكررت اهي، وبعدين دي اخر مرة، لو هتيجي سكران تاني والله العظيم ما هدخلك البيت، غور من وشي، وياك تقرب من اوضة بنت عمك تاني. مشوا حسام، ومجدي راح قعد في الصالة وهو متضايق من تصرفات ابنه ناحية بنت أخوه. وقام راح له الأوضة، لا قلع هدومه ونام بالبنطلون بس. ما تغير هدومك كويس يا بابا، عايز انام لو سمحت، بعدين نتكلم. عجبك بنت عمك مش كده؟ انا واخد بالي من حاجة زي دي، يعني عادي، هي بس عشان مختلفة شوية. حلو انك صريح يا حسام. ومية مختلفة لانها مش بتاعت الكلام الفاضي والحاجات اللي انت عايش فيها دي مع البنات الرخيصة اللي انت متعود عليها. مية بتاعت الجواز والبيت والعيال والعيلة، مش بتاعت المسخرة. فهمت القصد من كلام حضرتك ايه يعني بقى يا بابا؟ انا هخليك تتجوز مية بالمقابل انك تشتغل معايا بعقد عمل موثق بشرط جزائي، عشان لو فكرت تلعب بديلك معاها هتشوف اللي عمرك ما شفته قبل كده. موافق؟ شوف بقى هي هتوافق امتى وخلينا اتجوزها بسرعة، والا هتجوزها لي وعيالنا بيلعبوا جنبنا. والله ما شفت بجنيه تربية. هاخد رأيها الأول، واللي في الخير يقدمه ربنا. وتاني يوم كانت قاعدة مية مع عمها في المكتب، وهو قال لها: ها قلت ايه يا مية؟ مية بدي، حضرتك يا عمي أكتر واحد عارف حسام، أنا بخاف منه من بعيد، هتجوزه ازاي؟ أنا متأكد إنه هيتغير وقت ما يتجوز، وبعدين أنا خايف برضو حد يطمع فيكي. حسام مهما كان ابن عمك ومستحيل تشوفي حاجة وحشة معاه، ده غير إن في ظهرك ومعاكي دايما، ومش هخليه يتعوج عليكي خالص. طب نأجل الموضوع ده أحسن، أنا لسه داخلة الجامعة ومحتاجة تركيز واهتمام في دراستي أكتر من كده. طالما النية موجودة يبقى مفيش داعي للتأجيل، وهو مش هيعطلك عن دراستك في حاجة. ما ينفعش بعد ما تقدم وانتوا الاتنين موافقين أسيبكم عايشين تحت سقف واحد من غير جواز. ومش انت واثقة فيا؟ أنا بقولك المرة دي اسمعي كلامي. حاضر يا عمي، أنا ماليش غير حضرتك دلوقتي وما أقدرش أقولك لأ. وعدى شهر كمان واتجوزت مية حسام، ويوم دخلتهم أول ما اتقفل عليهم باب واحد بصلها حسام بخبث وقال: أول مرة أجرب مع واحدة الحلال، هيبقى معاك انت فرحان بنفسك يعني كده وانت بتقول ان كان ليك علاقات حرام قبل كده مع البنات والكلام ده؟ لا بصي، نكد مش عايز. وبعدين هو في ايه من لما اتخطبنا للنهارده وانت قلبه وشك عليا؟ في ايه مش عاجبك يعني ولا ايه؟ لا مش عاجبني، وانا وافقت بيك عشان عمي هو اللي قال انك مناسب، وانا بابا موصيني ما اقولش على اي حاجه هو طلبها مني. لا تعبتها يا بنت انت وافقتي تتجوزيني عشان ابويا طلب منك؟ انت فاهمه يعني ايه احنا اتجوزنا؟ ايوه فاهمه، بس يا ريت انت تبقى فاهم. احنا هنغلط ولا ايه؟ اكيد طبعا فاهم. انا ما اقصدش اللي انت بتتكلم فيه، انا نفسي تبقى راجل بجد اقدر ابقى مراتك وانا مطمنه ليك مش خايفه منك. وهتخافي مني ليه؟ وانا حاكلك يعني؟ هخاف لانك مش هتكون قد المسؤوليه. عمي قال انك هتتغير، طب افرض ما اتغيرتش؟ وافقتي ليه؟ وما تقوليش بقى الوصيه والكلام الفاضي ده. وافقت عشان انا هنا معرفش حاجه يا حسام، خفت ارفضك، عمي وطنط ومعاملتهم معايا تتغير، وانا ماليش حد ومحتاجه عيله اعيش وسطها. قرب منها وهي خافت لكنه قال بهدوء: ما تخافيش، انا ايوه هموت عليكي، بس عمري ما هعمل حاجه غصب عنك.
ولو كان على الكام مرة اللي ضايقتك فيهم أنا ما كنتش في وعي. هو انت برضو لما مش هتكون في وعيك هتعمل حاجات تضايقني؟ وقتها بعدي عني خالص عشان ما اعملش حاجة تزعلك. في حل أحلى، هو إنك تبطل تشرب الحاجات الحرام دي. شفت الحل سهل إزاي؟ وبعدين يعني ابعد عني بقى عشان عايز أغير هدومي وأنام. ماشي يا مايا، وزي ما حبيت الحلال واتجوزتك هصبر عشان تحبيني زي ما حبيتك. ما تهزرش بقى، هو أنت لحقت تحبني؟ لو ما كنتش حبيتك ما كنتش اتجوزتك وهرتبط بيك العمر كله. قال كلامه ولع جاكيت بدلته وكمان الجزمة وراح نام على الكنبة، وهي غيرت هدومها ونامت. وتاني يوم الصبح صحيت لما حست بحركة جنبها، قامت بسرعة، ولما فتحت عينيها ولقيته قاعد جنبها على السرير وبيبص لها بهدوء. انت بتعمل ايه هنا؟ عارفة لو راجل غيري حتى لو ابويا وشاف شعرك ده انا هنفخك. الجمال ده كله خاص بيا انا وبس. هو في على الصبح بقى؟ وبعدين فين كلامك بتاعنا جاي من امريكا مش من امبابة يعني عشان لبسي يبقى كده؟ ده مين الحمار اللي قال كده؟ واحد اسمه حسام مجدي البحيري، ضربها بالمخدة وقال طب غير هدومك بقى عشان نرجع البيت، ومش عايز حد يعرف حاجة على اللي بينا، احنا ناخد على بعض براحتنا. اتفقنا؟ اتفقنا، بس انت يعني مش بتضحك عليا؟ بص حسام في المراية وقال هو انت حد قالك ان مكتوب على وشي خازوق يا بنتي؟ لا، بس من اللي شفته منك يعني. اوعدك والله مش هتشوفي حاجة تاني وحشة خلاص. وفعلا رجعوا البيت وحسام بدأ يتغير فعلا، وكانوا أهله مبسوطين بيه. وفي يوم رجع من الشغل لقى باباه ومامته قاعدين في الجنينة. عبد حليم وشادي عندنا، ايه الروقان ده كله؟ في يا رخم، انا ما صدقت انها تفضلي. وبعدين اللي جابك دلوقتي؟ اقسم بالله انا لسه عريس بقالي شهر وحضرتك عايزني ابات في الشغل وانت تعيش مكاني شهر العسل. سيبك من ابوك يا حبيبي واطلع كده لمراتك، ما اكلتش ومستنياك. ايوه، ما انا قلت لها تستناني. عايزين حاجه بقى؟ حسام انا فخور بيك، الناس كلها بتشكر لي فيك وفي اخلاقك وفي شغلك. ربنا يخليك ليا انت واختك، ده بفضل وقفتك جنبي يا بابا بعد ربنا. وبعدين انت زي الفل وتستاهل ان ولادك يبقوا كويسين. بركاتك يا بنت اخويا، البت شقلبت حالك. ضحك حسام بهدوء وطلع اوضته، واول ما طلع لقى ماي لابسه فستان حلو وعامله عشا رومانسي، فطلع وقفل الباب تاني وهي قالت حسام انت رحت فين؟ دخل وقال لها بتأكد ان دي اوضتنا ولا لا، اصل انا كل يوم بدخل هنا بلا خالتي نوسة قاعده مستنياني. لا بقولك ايه، انا اصلا متوتره وعلى اخري كده وهبوظ لك الليله. قفل الباب وقال ليله قله تبوظ، ده انا اروح فيكي في داهيه. ده انا ما صدقت، بس ايه اللي غيرك كده؟ قربت منه ومسكت ايده وقالت فاكر انت يوم فرحنا قلت لي ايه؟ قلت لي انا معاكي لحد ما تحبيني زي ما انا بحبك، وانت صبرت كتير لحد ما انا فعلا حبيتك زي ما انت بتحبني. يعني انت دلوقتي مطمنه لوجودي معاكي؟ ايوه، ومستعده اكمل حياتي كلها معاك، وانا هخليكي طول حياتك كلها اسعد واحده. كفايه انك عامله لي جمبري وانت ما تعرفيش انا بحب الجمبري قد ايه. جمبري؟ هو ده اللي فرق معاك في الموضوع كله؟ بهزر والله. تعالي بقى ناكل، ولا اقولك خلي الاكل بعدين. وبدأ اول ليله ليهم مع بعض، وعدت الايام والشهور، وكانت مايا سعيده جدا معاه ومع عيلتها الجديده، وهو اتغير معاها للاحسن وبقى شخص جديد ومحترم وبيخاف ربنا. ومن فضل ربنا علينا لما بيشوفنا بنغلط بيبعت لنا ناس كويسه عشان ترجعنا للطريق الصحيح، وده اللي حصل مع حسام. تمت بحمد الله، وهنتظر رأيكم في الكومنتات. باي باي يا حبايبي.